ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يا رب الوصفات اللي بقدمها ليكي تكون بتعجبك واقدر افيدك ولو بمعلومة بسيطة وتدعيلي بسببها. النهاردة بقى هنعمل وصفة حلوة جدا مع بعض، ان شاء الله برضو تعجبك وتنفذيها. اقتصادية جدا وموفرة. هنعمل صينية قرنبيط باللحمة المفرومة في الفرن. حاجة كده تحفة. أنا عملتلك كذا وصفة في القناة للقرنبيط، يعني لو أولادك ما بيحبوش القرنبيط وعملت الوصفات اللي أنا عملتها هيعشقوا القرنبيط. زي ما انت شايفة كده شكلها حلو جدا وطعمها ما تقوليش أبدا إن فيها قرنبيط. يلا لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، ويلا نبدأ معانا مع بعض ونبدأ نشوف مكونات الوصفة. زي ما انت شايفة كده انا معايا لحمة مفرومة. كمية من اللحمة المفرومة على حسب راحتك، بس هي ربع كيلو او 300 جرام. ومعايا برضو قرنبيط مسلوق، والبصلاية تكون كبيرة مع قرن فلفل وضربهم في الكبة ضرب خشن، وتلات اربع فصوص من التوم ومعلقة من الهريسة عشان الدنيا تكون ايه، طعمها حلو كده. عملت معاكي برجر القرنبيط، وعملت عجة القرنبيط والقرنبيط المقلي، وعملت قرنبيط للفطار وللعشاء وللدايت. فحاجة كده تحفة. ابقي شوفي الوصفات او الفيديوهات على القناة، وان شاء الله تجربيهم ويعجبوكي جدا. يلا نسمي الله. اول حاجة كده هنبدأ مع بعض نعصج اللحمة. الطاسة بتاعتك فيها مادة دهنية زيت على معلقة كده من السمنة، وهتنزلي بالبصل مع قرن الفلفل. البصل انا قلتلك ان هو مفروم فرم خشن. وهتنزلي برضو بايه، بربع معلقة كده من الفلفل الاسود عشان ريحة البصلة تكون حلوة. وهتقلبي فيها كويس جدا لحد ما تدبل البصلة معاكي، وبرضو تدبل كويس. وبعدين هتنزلي باللحمة بتاعتك، هتنزلي باللحمة وتبدأي بقى تحطي بقية المكونات. عايزة اقولك ان كان في جزراية مبشورة. تحطي جزراية مبشورة سواء عندك جزر فريش او في الفريزر زي كده، فانتي انزلي بيه علشان يفك معاكي مع التقليب ومع الحرارة. الجزرة هنا حلوة جدا، بتسكر الصلصة بتاعة اللحمة وفي نفس الوقت بتكتر لي الكمية. هتقلبي كل الدنيا دي مع بعض لحد ما الجزراية تفك واللحمة كلها تتشمع كده او لونها يتغير وتتعصق كويس وتاخد كده لون حلو محمر. فتحس الدنيا تمام. هتنزلي بقى بالتوابل بتاعتك، ملح وفلفل وكمون وكزبرة. ما بينفعش معاها اي توابل تاني. انت لو حابة تحطي اي توابل او اي حاجة تاني فهتحطي رشة من جوز الطيب. انا حطيت ملح وفلفل ونص معلقة من الكمون صغيرة وربع معلقة من الكزبرة. وفي الاخر كده هتنزلي بالتلات اربع فصوص من التوم، وتقلبي كويس جدا التوم مع اللحمة لحد ما تشمي ريحة التوم وريحة التوم تطلع. تروحي تنزلي بالطماطم بتاعتك. الطماطم لو فريش هيكونوا اربع خمس طماطمات، وتضربيهم في الخلاط. لو متخزنة زي كده فتحطي الطماطم وتحطي نص كوباية من المية. هت هتسيب الدنيا تغلي والصلصة تتسبك واللحمة برضو تكون استوت. وهتجيبي البايركس بتاعك او الصينية وتحطي زهرات القرنبيط كده جنب بعض، او تعملي ديسك من ايه، من القرنبيط في قعر الصينية. انا حطيت الزهرات بس وما حطيتش العصيان علشان ايه يعني ما تكونش غلسة في الاكل. يعني الزهرات برضو بتكون حلوة وطعمها حلو جدا. زي ما انت شايفة بالشكل ده انا عملت كده ارضية من القرنبيط. وبعدين بقى هتيجي تحطي اللحمة المفرومة دي فوق القرنبيط. عايزة اقولك ان في الخطوة دي تخلي الصلصة سميكة شوية. ما تخليهاش فيها يعني ايه، ما تخليهاش الصلصة بتاعتها خفيفة. لان القرنبيط هينزل سوائل. فانت لما الصلصة تكون سميكة والقرنبيط ينزل سوائل فكده الصلصة هتكون ايه، نسبتها معقولة شوية. دي اول حاجة. تاني حاجة ما تحطيش صلصة كتير علشان برضو ايه الصينية تتشمع معاكي في الفرن كويس وتطلعيها كده ناشفة كويس، ما يكونش فيها اي سوائل. او يكون فيها سوائل بسيطة اللي هي تكون ايه طرية كده، فمستحبة في الاكل ما يكونش فيها سوائل كتيرة.
زي ما انت شايفة كده بعد ما حطيت اللحمة المفرومة هتقلبي بقى القرنبيط مع اللحمة المفرومة، والفرن طبعا من وانا بعصج اللحمة كنت مشغلاها. هتقلبي القرنبيط مع اللحمة المفرومة وتشوفي لو عايزة ملح او اي حاجة، وبعدين هترشي رشة من جوز الطيب على وش الصينية بتاعتك، بتدي ريحة حلوة جدا لما بتدخل الفرن وبتغلي، فبريحتها بتكون روعة. هتدخليها الفرن على القعر بتاعة الفرن لحد ما تغلي. هتلاقي القرنبيط مع اللحمة المفرومة الصينية بتاعتك اتشمعت، مش اتشمعت، اتشربت وغلت كويس جدا لحد ما اتشربت، والوش بتاعها طبعا كده اتحمر وختم كده. فساعتها في الوقت ده هتروحي تحطي شوية من الجبنة الموتزاريلا وتحطيها تحت الشواية. انا هنا بحط رشة جوز الطيب. الفرن بتكون درجة حرارة عالية عادي علشان بس تغلي معاكي بسرعة. هي خدت في حدود نص ساعة وكانت اتشربت وكانت تمام وزي الفل. تخلي القرنبيط متجانس كده مع اللحمة المفرومة، بس للأمانة هنا الصلصة كترت شوية، انت المفروض تخليها قليلة عن كده شوية. بس انا يعني ايه، الاولاد حطوا الصلصه اللي زادت على الرز، فكانت ايه يعني الحمد لله جت في المصلحه ان الصلصه كترت. زي ما انتوا شايفين هنا بقولك القرنبيط منزل سوائل، فمخليها مش ايه مش متشربه كويس. بس بقى زي ما قلتلك اول ما تختم وهتغلي بعد نص ساعة وتتشرب والكلام ده، هتحطي جبنة موتزاريلا وتحطيها تحت الشواية، هتطلع لك بالحلاوة والطعامة دي. حاجة كده تحفة وطعمها حلو جدا. وهي بتستوي طبعا انا كنت عملت شوية رز بالشعرية، ممكن تعملي رز ابيض او ممكن تعملي مكرونة اللي يريحك. حاجة كده تحفة وفي منتهى الجمال، يعني شايفة شكلها بسم الله ما شاء الله روعة. هتغرفيها بقى مع الرز. انا بقولك هنا في شوية سوائل في القعر، المفروض تكون متشربة اكتر من كده، بس ايه الحمد لله يعني جت في المصلحة. الاولاد كانوا بياخدوا السوائل دي ويحطوها او الصوص ده ويحطوها على الرز. هتغرفيها بقى وتقدميها بالشكل ده. حاجة في منتهى الجمال وطعمها حلو جدا، ما تقوليش ابدا ان فيها قرنبيط، والجزر مخليها مسكرة وحلوة جدا. حاجة كده تحفة. لو انت منظمة اكلك بقى واللي مش بتاكل رز زيي، فانت كليها مع فريك او رز بسمتي. لو مش فيه فريك او رز بسمتي ممكن القطعة كده لوحديها مع شوية سلطة، والحمد لله هتكون حلوة جدا. شايفة شكلها بسم الله ما شاء الله روعة وحلوة جدا. جربيها وقوليلي رأيك، واستنوني في وصفات جديدة. باي باي.